حياكم الله واهلا وسهلا. حسب الاخبار المتداوله غياب اللاعب البرازيلي انجلو عن مباراه هاو النصر بسبب الاصابه، وطبعا يعتبر انجلو لاعب مهم في تشكيله جيسوس، ويعتمد على المدرب كثير في بناء الخطه والهجمه للنصر. يعني ضربه موجعه لجيسوس قبل مباراه الهلال. غياب انجلو تطور مستواه كثير مع جيسوس، وصحيح ان النصر عنده لاعبين يستطيع المدرب تعويض غياب اللاعب، لكن يبقى اللاعب مهم في تشكيله جيسوس، وحسم مباريات كثيره للنصر وصلح اهداف كثيره، وغيابه اكيد بيكون مؤثر على المدرب وخياراته في الشوط الثاني قدام الهلال. والبعض يقول ان الاخبار هذه غير صحيحه ومحاوله من النصر تخدير الوضع قبل مباراه الهلال. الكلام هذا غير صحيح، ما تجي بالعقل نادي النصر يتفاول على لاعبين بالاصابات. واضح ان النصر عايشين حاله رعب حقيقيه من الهلال. هلال حقق كاس الملك وداخل بمعنويات اقوى من النصر، وعنده رغبه بالفوز اكثر من النصر. والنصر بعد عنده ضغط رهيب، عنده مباراه مهمه بعد الهلال، نهائي اسيا 2 ضد غامبا اوساكا الياباني. فالنصر عايش حالة ضغط رهيبة ومطالب بالفوز عشان يحسم الدوري قبل نهائي آسيا، لأنه إذا حسم الدوري بيلعب النهائي الآسيوي وهو مرتاح. والهلال بعد عنده رغبة بتحقيق الدوري، يخرب على النصر استعداداته للنهائي الآسيوي. وإصابة انجلو أكيد بتضاعف حظوظ النصر، بتضاعف حظوظ النصر بالفوز، والفوز بيكون أقرب للهلال لأن الظروف الآن تخدم الهلال أكثر من النصر. وشكرا لكم.